السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ بإذن الله النهاردة هناخد introduction بسيطة كده عن البايوفيزيكس. بايوفيزيكس يعني ايه؟ بايو يعني لايف زي بقولنا قبل كده، فيزيكس اللي هو الفيزياء، فبايوفيزيكس equal biological physics اللي هو علم الفيزياء الحيوية. is the link between هو الرابط اللي بيربط ما بين البيولوجي اللي هو الأحياء والفيزيكس. تمام. طيب it applies بيطبق نظريات ومبادئ الفيزياء علشان نفهم ازاي الأنظمة الحيوية بتشتغل. تمام، يبقى هو بيطبق النظريات ومبادئ الفيزياء علشان نفهم ازاي الأنظمة الحيوية بتشتغل. تمام، بعد كده بيقول ليه البايوفيزيكس ده مهم. البايوفيزيكس بيساعدنا في ايه؟ في فهم ازاي الجزيئات بتاع الحياة or built، ازاي جزيئات الحياة مبنية، ازاي اتبنت جزيئات الحياة او جزيئات البيئة اللي احنا فيها عامة، ازاي اتبنت how cellular components، ازاي مكونات الخلية اللي هي الستيل اورجانيلز، مثلا الميتوكوندريا، السنتريول، الكروموسومات، الكلام ده ازاي بيتحركوا وبيشتغلوا. how complex body systems، ازاي انظمة الجسم المعقدة زي البرين، المخ، الاميون سيستم، الجهاز المناعي والسيركيوليشن، الدورة الدموية بتشتغل. تمام، ده كلها حاجات بتفيدنا في البايوفيزيكس. why is biophysics useful in the biological field؟ ليه؟ ازاي؟ ليه البايوفيزيكس مفيدة في المجال الحيوي ده؟ قالك الاهتمام بالبايوفيزيكس بيتزايد بسبب ايه؟ بسبب الظاهرة الحيوية، ظاهرة الكائنات الحية اللي هو احنا can't be fully understood، مش هنقدر نفهمها كليا من غير البايوفيزيكس. تمام، من غير الفيزيكس. it has diverse applications، ليها تطبيقات عكسية on both microscopic and microscopic biology، يعني ليها تطبيقات في كلا المجالين، الميكروسكوبيك والميكروسكوبيك بيولوجي. اللي هي الميكروسكوبيك طبعا اللي هي الجزيئات الكبيرة اللي بترى بالعين المجردة، والميكروسكوبيك اللي هي الجزيئات الصغيرة اللي لا ترى بالعين المجردة. تمام، مايكروسكوبيك ابليكيشنز، التطبيقات بقى اللي بترى بالعين المجردة، الجزيئات الكبيرة في الحجم. بايوفيزيكستس استادي، العلماء الفيزياء بيدرسوا تطور الأنظمة والحواس زي السينج الرؤية، والهيرينج السمع، والتيستينج التذوق، feeling الإحساس، thinking التفكير، وهكذا. activities الأنشطة اللي احنا بنعملها زي movement حركة، breathing التنفس، muscle contraction انقباض العضلات، bone function ووظائف العظام بتاعتنا برضو. microscopic applications التطبيقات الميكروسكوبية التي لا ترى بالعين المجردة. بيقول ان علماء الفيزياء اكتشفوا حركة الخلية عند division وانقساماتها، سواء انقسام ميوزي او ميتوزي زي ما احنا درسنا في البيولوجي. energy processing عملية الطاقة and conversion وتحويل الطاقة. response to external stimuli اللي هو استجابة للمحفزات الخارجية. key discoveries in biophysics key discoveries in biophysics مفتاح الاستكشافية في biophysics. بيقول ان الخلايا العضلية اللي هي muscle cells او اللي هي برضو المسل فايبرز الالياف العضلية بتحول ال ATP لحركة، والدي ان اي ريبليكيشن استنساخ الدي ان اي اثناء انقسام الخلية، والدي ان اي ستراكشر تركيب الدي ان اي تم اكتشافه عام 1953 باستخدام البايوفيزيكس. فده وضح لنا ازاي الدي ان اي فينجر برينت كبصمة اصبع في حياتنا. مودرن امباكت تأثيرات بقى حديثة للبايوفيزيكس. بيقولك البايوفيزيكس أدت إلى نانو تكنولوجي، نظرية النانو تكنولوجي بيزو المعتمدة على الميكانيكال والإلكتريكال بروبرتيز، الخصائص الميكانيكية والكهربية بتاعة الدي ان ايه. نيو تولز أدوات جديدة في التكنولوجيا،
وتكنولوجيا في الطب والجينات والبايوتكنولوجي. تمام، ده كان موضوع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. ولو استفدتوا متنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعليقات، علشان الموضوع ده بيدعمني جدا، وعشان برضو تتابعوا سلسلة الفيديوهات القادمة بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.